السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بشوف اليومين اللي فاتوا دول شوية بلوجر كده بيطلعوا حريم او رجالة، بيطلعوا يقولوا ايه، شيلوا عينكم عننا، انتوا بتحسدونا، احنا مش عارفة ايه، احنا اتحسد وانتوا مستكترين علينا الرزق، احنا شقينا وتعبنا، احنا معرفش ايه والكلام والحوار، ما تحسدوناش، بتحسدوا عيالي، انا غلطانه ان انا ظهرت عيالي، انا مش عارف والالخ الخ. طيب سعادتك علشان تشتهري اللي انت بتقولي احنا شقينا، معرفش ايه الشقه اللي انت شقتوه في ورا على التيك توك، وعشان تظهروا انت حضرتك او حضرتك اتشهرت بسبب ان انت طلعت ابنك او بنتك تعمل عليه فيديوهات، ووقتها كنت بتطلع تقول تكبيس ودعم، يا رب الفيديو يعجبكم وبنتي تعجبكم او ابني يعجبكم، يا رب مش عارفه ايه، شوفوا ابني في المدرسه بيعمل ايه، شوفوا انا بحضر له اللانش بوكس عمل ايه، شوفوا بنتي وهي نايمه مش عارفه حببت ايه، وابني مش عارفه واللي الخ. كنت بتبوس الايه دي علشان الناس تتفرج على فيديوهاتكم وتتابعكم. لما ظهرتي ابنك او بنتك او ظهرتي نفسك او ظهرتي اي حاجه فيكي علشان تشتهري او تشتهر. طيب دلوقتي بتطلعوا تلوم الناس ليه على اللي انتوا عملتوه في نفسكم؟ يعني ايه الناس اللي كانت هي بتتفرج عليكم اول ما انتوا ظهرتم باولادكم وكانوا بيشجعوكم، يعني ايه دلوقتي بقوا بيحسدوكي او يحسدوك؟ يعني ايه؟ يعني ايه بقى بيحسدوكم؟ هيحسدوكوا على ايه؟ هيحسدوا ان انت طلعتي بنتك او ابنك، او انت طلعت ابنك او بنتك تتاجر بيه في المواقع علشان تشتهر؟ طب ما انت السبب. بتلوموا الناس على ايه؟ طب ما انتوا السبب ان انتوا ظهرتوا عيالكم او ظهرتوا نفسكم او ظهرتوا بيتكم او ظهرتوا عربيتكم او ظهرتوا اي حاجه، بعدين ترجعوا تلوموا الناس وتقولوا للناس سيبونا في حالنا، بتحسدونا على ايه؟ احنا مش احنا تعبانين، احنا معرفش بتلومونا على ايه ولا بتحسدونا على ايه؟ هيحسدوكي على ايه؟ مش انت اللي ظهرتي نفسك، ظهرتي بيتك، ظهرت عربيتك، ظهرت فيلتك، ظهرتوا جاي تلوم الناس على ايه؟ وبعاتب الناس اللي بيبقوا متابعينكم لما بيسمعوا الكلام ده ما بيدوكوش على دماغكم، مش بيدوكوا على دماغكم، يقولوا انتوا ايه علشان احنا نحسدكم، احنا اللي عملناكم. مفروض الناس تطلع تقول احنا اللي عملناكي، من تكبسنا، من دعمنا، من تعلية ريتش الصفحة، من متابعتنا ليكوا، احنا اللي عملناكم، نبقى نحسدك على ايه؟ لا يا حبيبتي، محدش حسدك ولا حسد عيالك، انت اللي عملتي في نفسك كده، وانت اللي عملت في نفسك كده، وعملت في عيالك، عملت في بيتك، عملت في شغلك، عملت في كل حاجه. انتوا بتظهروا نفسكم من وانتوا نايمين، بتظهروا نفسكم من وانتوا نايمين لحد ما بتصحوا وتناموا بالليل. يعني انتوا حياتكم على المشاع، بتلوموا الناس على ايه؟ ما تلوموش الناس على حاجه انتوا السبب فيها. لما تطلعي تقولي انت حسداني، تعالي لي قولي انا حسداكي في ايه؟ هتقولي في حياتي، حياتك ايه؟ انت ما كانش ليكي حياه، انت كنت قاعده في اوضه او شقه صغيره، لما انا عملتك قعدت في فيلا، لما انا عملتك ركبت عربيه، لما انا عملتك لبستي ذهب، لما انا عملتك سافرت عمره، لما انا عملتك طلعتي تتنططي عليا. طب على ايه؟ تتنططي عليا بتاع ايه؟ عملتي ايه؟ شقيتي، تعبتي، شلتي رمل، شلتي طوب، عملتي ايه؟ علشان الواحد يحسدك او علشان الواحد يبصلك؟ الناس لما بتتابع حد بتحبه علشان ممكن دمه خفيف، بيقول معلومه كويسه، اي حاجه بتتابعه عشان كده، او حتى لو تافه، انا اتابع التافه، انا ممكن اتابع كتافه، ممكن اطلع منك بمعلومه، او عادي ممكن ابص لك كده، يعني احس ان انت تافه، احسن من نفسي انا، انت شخص تافه او شخصيه تافهه، هحسن من نفسي انا عشان ما ابقاش زيك. انما احسدك على ايه؟ احسدك على ايه وانا اللي عاملاكي؟ اي حد متابع حد من الاشخاص دي يقول له احسدكم على ايه واحنا اللي عاملينكم. ما تخلوش حد يقول ولا، وتلاقي في التعليقات برضو معرفش ناس بتطبل كتير، مع ربنا يعني يحوش عنك، ربنا مش عارفه ايه. حبيبتي
حبايب قلبي، الاشخاص دي بتصور نفسها وهي داخله تعمل عمليه. لو داخله تعمل عمليه، لو داخله تاخد كيماوي، ربنا يعافي الجميع يا رب ويشفي كل مريض، بتصور نفسها عشان تعلي ريتش صفحتها، مش عشان سواد عيونكم، ده عشان تعلي ريتش صفحتها. زي طبعا ما كلنا شايفين ان في ناس بتتاجر بمرضها، وربنا يشفي كل مريض يا رب. هما بيوروكوا ان هما يعني هما داخلين يعملوا العمليات مش عشان خاطر بقى تدعوا له بس وكده، لا لا لا، انت بتعلي ريتش صفحتي، لما تدعي لي دعوه بتعلي الصفحه، فانا هحسدك على ايه؟ طب انت اللي بتصوري نفسك حتى وانت داخله تعملي عمليه. ما تخلوش حد يا جماعه من ولا بلوجر ولا مش عارفه ايه يعلي عليكم زي المشاهير والفنانين. بتضايق قوي قوي وبقرف لما بلاقي شخص عايز بيجري على مشهور عشان يتصور معاه، ويلاقي البودي جارد ولا يلاقي الفنان حتى يتعامل معاه وحش. تستاهل ان انت بيتعامل معاك وحش ويديك بالجزمه، تستاهل، لان ده مش شخصيه تروح تتصور معاها، او انت حابه وعايز تتصور معاه، شوفوا الاول هيبقى كويس ولا لا. مش اجري واحرج نفسي عشان اتصور معاه. لا، هي لو سمحت هتصور معاك، لا خلاص الموضوع انتهى، مش لو سمحتي وعياط وهبل. انتوا بتوصلوا للناس دي ان هم عظماء وهم ولا حاجه، والله هم ولا حاجه. فاهدوا كده عن نفسكم يا جماعه، البلوجر او شخصيه أو واحده او واحد، اهدوا عن نفسكم، انتوا من غير الناس ولا حاجه، قسما بالله انتوا من غير المتابعين ولا حاجه. السلام عليكم.